ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يقبل الله دينا ممن لم يأتي بالشهادتين، أعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الصوفية في العالم ينشرون بين المسلمين أن الوهابية لا يشهدون أن محمدا رسول الله. حتى حدثني أحد إخواننا من السودان قديما قال: يعني قلت مرة عند حبابتي، يقول جدتي، فقلت: أشهد أن محمد رسول الله. فقالت: كيف؟ قال: قلت: أشهد أن محمد رسول الله. قالت: أنتم تقولون أشهد أن محمد رسول الله؟ نعوذ بالله من البهتان. يفترون على أهل التوحيد بالكذب، وهذه طريقتهم. يا إخوة، أهل الباطل لا يستطيعون مواجهة أهل الحق، ما عندهم طريق للتنفير من الحق وأهله إلا النبذ بالألقاب والكذب عليهم. يكذبون عليهم وينبذونهم بالألقاب حتى ينفروا الناس عنهم، وإلا فالحجة لا يستطيعون مقابلتها، والحق لا يستطيعون مقابلته. فهذه الآية دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله، وما دام أنه رسول من الله فيجب علينا أن نشهد أن محمدا رسول الله، وأن نعتقد اعتقادا جازما أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين. نعم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد اعتقادا جازما أن محمد بن عبد الله رسول الله عز وجل إلى الناس والجن أجمعين، وهذا يقتضي أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لا يعبد الله إلا بما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. نعم.